أخبار المغرب، أهلا بكم. وهذا أبرز عنوانها: أشلاء على السكة الحديدية في تاورير. لقي 30 مصرعه على الفور بعدما دهسه قطار كان متوجها من مدينة فاس نحو مدينة وجدة، وذلك على مستوى معبر عشوائي للسكة الحديدية يقع غير بعيد عن محطة القطار وسط مدينة تاورير. حسب ما أكدته مصادر محلية، فإن هذا الحادث الذي كان مسرحه المقطع السككي المحاذي لحي المختار السوسي حول جثة الضحية إلى أشلاء. ورجحت المصادر ذاتها أن يكون الهالك الذي كان يشتغل قيد حياته بائعا متجولا ويقيم بحي التقدم بمدينة تاورير قد تعرض لهذا الحادث بعدما لم يتمكن من سماع صوت قدوم القطار نظرا لوضعه سماعات الهاتف على أذنيه حين كان يهم بعبور السكة الحديدية. وفيما فتحت المصالح الأمنية بمدينة تاورير تحقيقا حول ملابسات وقوع الحادث، نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لتاورير قصد إخضاعها لإجراءات الطب الشرعي الضرورية في مثل هذه الحالات.